إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا معاشر المسلمين أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، كلما عرف ذلكم الذي يعمل كلما عرف أجره، كلما عرف ذلك الذي ينتظره يزداد نشاطا في طاعة الله، ويزداد نشاطا في عمله إلى الله. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ألا يرعاكم الله، فإن مطلوبكم وإن غايتكم وإن هدفكم هو جنة الله جل وعلا. هي الجنة عباد الله. فلا يمنع أيها الإخوة أن نتذكر ماذا أعد الله عز وجل لعباده الصالحين، حتى نزداد نشاطا في طاعة الله، ونزداد نشاطا فيما عند الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، كيف يقدر دار غرسها الله جل وعلا بيده وبناها بيده سبحانه، جملها لمن عبده، وزينها لمن اتقاه، وطيبها لمن كان طائعا له سبحانه. نعم عباد الله، فإن الحديث عن الجنة لا تمله النفوس ولا تسأمه القلوب. كيف لا يكون كذلك عباد الله؟ وهي جنة قد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث أبي هريرة، وهو يحكي أي نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يوم أن قال: أعددت لعباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر، ولم يخطر على قلب بشر. الله أكبر عباد الله. ألا تشتاق النفوس إلى أن ترى هذا الذي وصفه الله جل وعلا على لسان نبيه؟ لك أن تتخيل ما تشاء. تخيل الأنهار، وتخيل الأشجار، وتخيل الثمار، فوالله مهما بلغ هذا التخيل فلن تبلغ حقيقة ما في هذه الجنة، لن تبلغ حقيقة ما في هذه الجنة. نعم عباد الله، فالجنة تتوقف عندها الكلمات وتتوقف عندها العبارات حين سماع هذا الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر، ولم يخطر على قلب بشر. مر الحسن البصري على شباب يضحكون فقال: هل على الصراط مررتم؟ قالوا: لا. قال: هل علمتم هل إلى الجنة يؤخذ بكم أم إلى النار؟ قالوا: لا. قال: فعلى ما الضحك؟ فعلى ما الضحك؟ لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تؤخذون.
ولا من النار تنجون وتضحكون. وكان أحد السلف يقول: كلنا أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا أيقن بالنار وما نرى لها خائفا. إي والله أيها الإخوة، كلنا أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، لكأن بالناس عباد الله وهم في عرصات يوم القيامة قد فصل الله جل وعلا بين الناس، قد انتهى الحساب، فأصبح الناس فريقان: فريق في الجنة وآخر في السعير. فيا ليت شعري عباد الله: هل أنا وأنت يا عبد الله من فريق أهل الجنة أم أننا من فريق السعير؟ أعاذني الله وإياكم. فإذا فصل الله جل وعلا بين الناس إذا بفريق أهل الجنة أولئك الصالحون، أولئك المتقون، أولئك العباد، أولئك الأخيار، أولئك الذين طلقوا الدنيا بأسرها وبذلوا أموالهم من أجلها وجعلوا أعمارهم لله جل وعلا، لكأن بهم ينظرون فيتساءلون: ما هذا؟ فيقال: هذا باب الريان. الله أكبر، هنيئا للصائمين، هذا باب الريان لا يدخله إلا من كان صائما، إلا من كان مخلصا. فينظرون إلى منظر آخر ويقولون: ما هذا؟ فيقال: هذا باب الصلاة، وذاك باب الجهاد، وذاك باب الصدقة. إنها أبواب الجنة عباد الله، إنها أبواب الجنان عباد الله، التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أن تقدم إليه أبو هريرة ويسأله عن أبوابها وجمالها، فقال: إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر. وهذه هجر عباد الله مدينة في البحرين. فتخيلوا يا رعاكم الله المسافة ما بين البحرين وما بين مكة. ثم يقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده ليأتين عليها يوم وهي تفيض من الزحام جعلني الله وإياكم من الذين يزاحمون على أبوابها. نعم عباد الله، لكنهم يتفاجؤون أن أبواب الجنة مغلقة، فلا يصبرون وهم يرون ذلك الجمال ولا يستطيعون أن يتحملوا وهم يرون ذلك النعيم، لكأن بهم ينطلقون إلى نسيم الجنان، إلى ريح الجنة التي يجد ريحها عن مسيرة 500 عام، يجدون ريحها، يجدون عبيرها، يجدون نسيمها، فينطلقون إلى تلك الأمنية التي لطالما عبدوا الله من أجلها، التي نافسوا من أجلها، التي بذلوا من أجلها. إنهم الآن يتجهون إلى دار النعيم، إنهم الآن يتجهون إلى دعوة دعاهم الله جل وعلا إليها، فلبوا داعي الله يوم أن قال ربنا تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. اللهم دعاك إلى دنيا فانية، اللهم دعاك إلى دنيا زائلة، اللهم دعاك إلى تجارة من تجارة الدنيوية ولا أموال دنيوية. الله دعاك إلى دار السلام، الله دعاك إلى جنة عالية، الله دعاك إلى قصور عالية، الله دعاك إلى أنهر جارية. هذه دعوة الله، فهل من عاقل فيستجيب لهذه الدعوة ويبذل من أجلها. نعم عباد الله، فعندما ينطلقون تنطلق القلوب قبل الأجساد إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يتوقفون على أبوابها. ألا يا ليت شعري كيف ستكون تلك الأبواب عندما يرون طولها، وعندما يرون عرضها، وعندما يرون ألوانها، وعندما يرون جمالها، وعندما يرون الملائكة التي يقفون على أبوابها. لا إله إلا الله، نتشوق إلى رؤية الملائكة، فكيف برؤية الحور العين، وكيف برؤية الجمال العظيم، وكيف برؤية وجه الله الكريم. نعم عباد الله، لكنهم يتفاجؤون أن أبواب الجنة مغلقة،
فلا يصبرون وهم يرون ذلك الجمال ولا يستطيعون أن يتحملوا وهم يرون ذلك النعيم. قال فينطلقون إلى أبيهم آدم كما جاء ذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيقولون يا آدم أنت خلقك الله بيده، أنت خلقك الله بيده، استفتح لنا الجنة، استفتح لنا الجنة. فيرد عليهم بكل أدب ويقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، انطلقوا إلى غيري واذهبوا إلى غيري. قال فيذهبون إلى الأنبياء نبيا نبيا ورسولا رسولا، كلما جاءوا عند نبي قال لهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى يأتون الذي قال الله جل وعلا فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيأتون محمدا بأبيه هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ذلكم الرسول الرحيم، ذلكم الرسول الذي لطالما بكى من أجل أمته، لطالما عبد الله من أجل أمته، لطالما جرح من أجل أمته، لطالما سالت دماؤه من أجل أمته، لطالما سهر الليالي من أجل أمته، لطالما بكى وبكى وبكى قائلا يا رب أمتي أمتي يا الله، أمتي أمتي يا الله. فتأتي الإجابة من الله عز وجل إنا سنرضيك في أمتك، أبشر يا محمد. اسمعوا يا رعاكم الله إلى رضا الله جل وعلا لمحمد في أمته. فيأتي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الصحيح أيضا قال فيقف على الباب ويأخذ بحرقة الباب ويقرع أبوابها ويرد عليه خزنتها بقولهم من؟ فيقول أنا محمد. فيقول الخازن نعم لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال ابن كثير عليه رحمة الله قال زمرا أي أفواجا، الأنبياء مع الأنبياء والشهداء مع الشهداء والصالحون مع الصالحون والمتصدقون أفواجا على حسب أعمالهم التي تميزوا فيها. فيا رعاك الله أي فوج تختار؟ هل أنت مع الصائمين؟ هل أنت مع القائمين؟ هل أنت مع الشهداء؟ هل أنت مع الصديقين؟ فاختر لنفسك من الآن يا عبد الله. فإذا فتحت الأبواب بالله عليكم عباد الله إذا كان طيبها يوجد عن مسيرة 500 عام، فكيف بالأبواب إذا فتحت؟ وكيف بالريح إذا خرج؟ وكيف بالطيب إذا خرج من أبوابها عباد الله؟ نعيم لا يوصف، نعيم لا يوصف ورب الكعبة أبدا عباد الله. كيف ونبينا صلى الله عليه وسلم يفتح أبوابها بابا بابا. نعم عباد الله. فمن أهل الجنة من يدعى من باب الريان وآخر من باب الصدقة وذاك من باب الجهاد. فمنهم من يدعى من باب ومنهم من بابين ومنهم من 3 ومنهم من يدعى من الأبواب كلها كأبي بكر رضي الله عنه. فيا ليت شعري من أي باب سيكون دخولك يا عبد الله إذا كنت من أهل الجنة. ثم ماذا عباد الله؟ إذا أرادوا أن يدخلوا توقفوا قليلا وهم يسمعون تلك الكلمات من ملائكة الله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا ما جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. إنهم الملائكة يرحبون بضيوف الله عباد الله. سلام عليكم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم بما صبرتم على الصيام، بما صبرتم على القيام، بما صبرتم على ملك الدنيا من أجل طاعة الله جل وعلا. سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقبى الدار، نعم العاقبة دار الجنة، نعم العاقبة دار الجنان. نعم عباد الله. فإذا أرادوا أن يدخلوا توقفوا قليلا لكي يطيب الله ويجمل الله حياتهم. قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ينزع الغل، لا غل في قلوبهم، لا حقد في قلوبهم، يدخلون بقلوب
صافية وقلوب بيضاء، إخوانا على سرور متقابلين، إخوانا حققوا الأخوة الصادقة. نعم عباد الله، فإذا دخلت الجنة يا رعاك الله كيف ترابها وكيف أشجارها وكيف نساؤها وكيف شرابها. فيا من تسأل عن تراب الجنة التي بإذن الله عز وجل نكون من الذين يضعون بأقدامهم في جنة الله جل وعلا. إن ترابها المسك، إن ترابها الزعفران. قال صلى الله عليه وسلم عندما تقدم إليه ابن صياد ويسأله عن أبوابها وجمالها ويسأله عما في الجنة وعن ترابها، فقال مسك خالص درمكة بيضاء. إذا كان التراب من مسك عباد الله، قال وحصباؤها الزعفران، حصباؤها الزعفران. إذا كان التراب من مسك عباد الله، وإذا كانت الحصباء من زعفران، فكيف سيكون طيبها وكيف سيكون ريحها؟ هنيئا لمن كان من أهل الجنة، هنيئا لمن كان من أهل الجنة. نعم عباد الله، فعلينا أيها الإخوة أن نبذل لهذه الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، إذا دخل أهل الجنة الجنة يرون أشجارا قال عز وجل وظل ممدود. قال ابن عباس رضي الله عنه قال والظل الممدود شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. الله أكبر. هذه شجرة عرضها مسيرة 500 عام وطولها لا يعلم به إلا الله. إذا ما هذه الشجرة وما أوصافها وماذا يوجد بداخلها؟ لا يوجد فيها خشب، لا يوجد فيها حطب. إذا يا ترى ما هي؟ اسمع إلى بشارة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن قال ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، إلا وساقها من ذهب. فيا من تسأل عن البيوت، تعال لا تبتعد أبدا، فاسمعوا يا عشاق المنازل، يا عشاق القصور، يا عشاق المباني، يا من زخرفها في الدنيا وجملها في الدنيا. هيهات هيهات لن تبلغ جمال الجنان ولا بيوت الجنان ولا قصور الجنان، بل ولا خيمة واحدة من خيام الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لخيمة لطولها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا، أي ما يعادل في زماننا هذا 90 كيلومترا. أرأيتم عباد الله بيتا في زماننا هذا طوله في السماء 90 كيلومترا؟ لا يا عباد الله، لكنها منازل الجنة تمتاز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. فإذا دخلت هذا البيت يا ترى ما فراش البيت؟ ما هي الفروش التي تتواجد في البيت؟ اسمع إلى قول الله عز وجل يوم أن قال وزرابي مبثوثة، أي مفروشة بهذه الزرابي فإن فيها أسرة. ألم تقرأ قول الله عز وجل وسرور مرفوعة؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل وفروش مرفوعة؟ ألم تقرأ هذه الآيات التي تدل على نعيم الجنان؟ إذا ماذا يوجد بداخل هذا الفراش؟ هل هو من الإسفنج أم هو من القطر؟ لا يا رعاك الله، اسمع إلى قول الله عز وجل بطائنها من استبرق، بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان. أيها المؤمنون عباد الله، إذا وفر الله جل وعلا المنازل ووفر البيوت فماذا يحتاج العبد؟ يحتاج إلى ثمار، يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شراب. فيا من تسأل عن شراب أهل الجنة، اسمع إلى قول الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون. اسمع إلى وعد الله، وعد أنهار الجنان، أنهار من ماء غير آسن
قال وختامه مسك. قال أبو الدرداء قال والمسك شراب أبيض مثل الفضة لو وضع أحد فيه يسبح لم يبق ذو روح إلا ووجد طيبة. ثم لاحظوا يا رعاكم الله ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأين الذين يتنافسون وأين الذين يتسابقون؟ هذه دعوة الله لكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتنافسوا إلى الله وتنافسوا إلى وعد الله فإن الدنيا فانية وإن الدنيا زائلة. هناك عباد الله دار لا موت فيها. هناك عباد الله قال صلى الله عليه وسلم من يدخلها لا يبس أبدا لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. ثم ماذا عباد الله؟ هل يتزوجون؟ فيا من تريد أن تعرف أزواج الجنان فاسمعوا يا عشاق الجمال، يا من تسهرون الليالي والأيام وأنتم وراء صور النساء التي دمرت أخلاقنا والتي حطمت قيمنا. يا من تريد الجمال إن الجمال في الجنة. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف لنا شيئا من جمالها قال ولنصفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا جمال الحجاب الذي وضع على رأسها، الخمار الذي وضع على رأسها. فما هذا الكسل وما هذا الخمول وما هذا التقهمم في طاعة الله عباد الله، في طاعة الله عباد الله. ونختم بآخر مقال عباد الله وهو عند قول الله عز وجل لهم ما يشاءون فيها. الله الذي يقول لهم ما يشاءون فيها، ما يشاءون من المعاكل والمشارب وما دار بأذهانهم. ثم قال الله بعد ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فما هذا المزيد يا الله؟ إذا كان الرجل يأكل من ثمار أهل الجنة ويشرب من شرابها فيأتي منادي الله ويقول بأجمل عبارة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، بما كنتم تصلون وتفعلون. ثم قال الله بعد ذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فما هذا المزيد عباد الله؟ إنها زيارة العزيز الحكيم، إنها زيارة الله جل وعلا، إنها زيارة الله جل وعلا. هي جنة طابت وطاب نعيمها، هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. وبناؤها اللبنة من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي سلعة الرحمن. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. إن نعيم الجنة يكتمل برؤية الله جل وعلا وكأن بأهل الجنة وهم في دورهم وهم مع أزواجهم وهم يأكلون ويشربون فيأتي منادي الله ويقول يا أهل الجنة إن ربكم يستجيركم فهلموا إلى لقائه. هذه زيارة الله، هذه دعوة الله. يا من عبدتم الله وما رأيتموه، يا من صمتم وما رأيتموه، يا من قمتم وما رأيتموه. هذه أجمل فرصة وهذه أكبر أمنية أن ترى الله جل وعلا. قال فينطلقون مسرعين ويتركون ما كانوا فيه من النعيم. فحينئذ إنها أجمل لحظة ينتظرها الصادقون، إنها أجمل لحظة ينتظرها الذين عبدوا الله جل وعلا. قال فيأتون وقد أعدت لهم من النواجذ فيركبون على ظهورها وينطلقون إلى الوادي الأفيح، واد جمله الله، واد هيأه الله، واد أعده الله وجعله مكانا للضيافة فتنصب لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب وبعضهم يجلس على كتبان المسك. قال فيأتون فإذا بنور يصدع. ما هذا يا ربنا؟ إنه الله جل وعلا تجلى عليهم. يا لله كيف سيكون ذلك النور؟ يا لله كيف سيكون وجه ربي سبحانه وتعالى؟ والله إننا لنشتاق إلى لقاء ربنا. قال فيناديهم ويقول سلام عليكم. فما كان منهم
يكشف الله جل وعلا الحجب عن وجهه، فلولا أن الله كتب عليهم أن لا يحترقوا وإلا لاحترقوا من شدة ذلك النور العظيم. أيها المؤمنون عباد الله، هذا جزء يسير وشيء لا يذكر عما في جنة الله سبحانه وتعالى. أما في جنة الله سبحانه وتعالى، أما أنا لنا عباد الله أن نبذل من أجلها، أما أنا لنا أن نعبد من أجلها يا مسيء الليل، أما أنا لك يا مسيء الليل أن تتفرق في بيوت الله من أجل أن تنال جنة الله سبحانه وتعالى. فالله عباد الله في التوبة والأعمال الصالحة حتى ننال جنة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم متعنا باللذة النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم، اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم، اللهم عليك بالسحرة وأعوانهم، اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم إنك على كل شيء قدير. وهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.